الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعين الكرام. النهاردة هنعمل مع بعضنا نوع من أنواع الحلو. تمام. حاجة سويت. ده شايفين شلال العسل اللي نازل مع الطحينة دي، ده نوع قرع مع عسل وطحينة. أتمنى يعجبكم إن شاء الله، وأتمنى تجربوها إن شاء الله، مش هتندموا، حاجة جديدة خالص خالص يعني. ماشي، شايفين العسل مع الطحينة، شلال كأنه شلال. هنجيب قرع. تمام. طبعا القرع ليه فوائد كتير جدا لصحة الإنسان، اللي هو اليقطين. بعض الدول بتسميه اليقطين. تمام. هنجيب القرعية وننضفها كده. طبعا القرع ممكن نستخدمه في استخدامات كتير، في سلطات، نعمل بيه حلو، نعمل بيه شوربة، نعمل بيه أي حاجة. تمام. في حلة زي كده، وعاء. ماشي، هنحط حتتين القرع ونحط عليهم شوية مية، مش كتير. ماشي. لأن القرع بيستوي بسرعة يعني، ما بيستحملش. تمام. شوية مية زي كده، مش هنغطيه بالمية يعني. تمام. ونحط عليهم شوية سكر، حاجة بسيطة خالص يعني. وبعد كده هنغلفه بلاستيك، زي ما بلاستيك، بغطا، بأي حاجة، بورقة زبدة، أي حاجة عندكم غطوه بيها عادي يعني. ماشي. أنا بغطيه بلاستيك بحيث إن أنا إيه، لما أتابعه من الخارج يعني أقدر أشوفه. تمام. وهو على النار زي كده إيه، طبعا هيبقى محتاج يشرف البخار. فبنعمل بالسكينة كده إيه، ثقب بسيط كده. بعدين وهو على النار إيه، بنشوفه كده بالسكينة، بنختبره نشوفه استوى. طبعا عندنا القرع بعد ما استوى بنجيبه بقى ايه، بنطلعه كده بقى بالشكل ده معانا استوى. ما بيستحملش، ما بيقعدش كتير على النار، هنسيبه لحد ما المية ايه تبدأ تقل من عليه. طلع معانا بقى بالشكل ده. بعد كده بنجيبه ونحطه في طبق التقديم اللي هنقدم فيه. معانا الطحينة خام. تمام. دي طحينة خام، هنحط عليه شوية طحينة. تمام، مش كتير. هنسيبها زي كده بالشكل ده. بعد كده معانا عسل اسود بقى، ممكن نحط عسل اسود، ممكن ما نحطش عسل خالص ونكتفي بالطحينة، لان هو كده كده فيه سكر. ماشي. للناس اللي مش حابين يكون ايه، مسكر قوي يعني. ممكن تحط شوكولاتة بيضة، شوكولاتة سودا، ممكن تحطوا نوتيلا. ماشي. ممكن ما تحطوش اي حاجة من ده خالص وتكتفوا بالطحينة. ممكن ما تحطوش ولا طحينة ولا عسل. دي اذواق زي ما حضراتكم تحبوه يعني. تمام. بقى قدامنا بالشكل ده. شايفين العسل وهو بينزل كده زي الشلال. حاجة هتعجبكم جدا جدا جدا. لازم لازم تجربوها. تمام. شايفين العسل، شايفين الطحينة، شايفين الجمال. زي ما قلت لحضراتكم، ممكن ما تحطوش عسل لو مش عايزينه مسكر أوي، ممكن ما تحطوش طحينة، ممكن ما تحطوش ولا عسل ولا طحينة. ممكن تكتفوا بشوية السكر اللي فيه، ممكن تحطوا شوكولاتة زي ما حضراتكم عايزين. تمام. أتمنى تشتركوا في القناة، إن شاء الله هتشوفوا كل جديد، وكل حاجة هتعجبكم، وكل حاجة دايما هتلاقوا عندنا جديدة ولمسات جديدة. أشكركم شكرا جزيلا. أسيبكم تستمتعوا مع المنظر. شوفوا شلال العسل، شلال الطحينة.